السلام عليكم. في الفيديو ده هنحضر اكتر اكله الولاد بيحبوها وبيطلبوها وبيحبوا يطلبوها في المطاعم. هنحضر مع بعض تشيكن برجر او برجر الدجاج وهنفرزه مع بعض وهيطلع معانا بالظبط نفس طعم المطعم اللي كلنا بنحب نجيب منه. استخدمت نص كيلو من الوراك والصدور، تقدروا تكتفوا بالصدور بس، لكن الوراك بتخليها تكون جوسي وتندر اكتر. والبهارات اللي استخدمتها لتتبيله البرجر نفسها كانت عباره عن نص معلقه من الملح ونص معلقه من الفلفل الاسود ونص معلقه من البابريكا المدخنه، وضفت معاهم نص معلقه صغيره من التوم الباودر والبصل باودر وكمان البيكنج باودر، وضفت معاهم معلقه من الخل ونص معلقه من المستردة او الخردل. بعد كده دي كانت البهارات اللي انا استخدمتها. اذا متاح عندكم كرفس مجفف تقدروا ان انتوا تضيفوا منه نص معلقه، لكن انا ما كانش عندي متاح فما استخدمتوش، واداني نفس الطعم بتاع المطاعم اللي بنجيبه منها من بره بالظبط. ابتديت ان انا اضربهم مع بعض في الكبه لغايه ما وصلوا للقوام ده. انا هنا ما استخدمتش معاهم ولا بقسماط ولا بيض ولا بطاطس ولا اي حاجه، بس مجرد ان انا استخدمت البهارات والفراخ. بعد كده بقسم الفراخ بتاعتي لقطع. انا وزن قطعه البرجر اللي كانت هتتشوي خليتها 100 جرام، واللي كانت هتتقلي خليتها تقريبا 60 جرام. بعد كده ببتدي ان انا اشكلهم في المكبس بتاع البرجر. لو متاح تقدروا تستخدموه، لو مش متاح يعني بالنسبه للبرجر اللي هيتقلي مش هيفرق قوي في الشكل، لكن لو متاح بيدي شكل افضل طبعا. وبعد ما بشكل كل قطع البرجر ببتدي ان انا ادخله الفريزر. لو انا عاملاه بحيث ان انا افرزه واخليه متفرز جوه الفريزر، بسيبه لغايه ما يجمد تماما وبطلعه بعد ما بتاكد ان هو خلاص اتجمد كله، وبحطه جوه العلب بتاعه الفريزر او علب اللي انا بخزن فيها جوه التلاجة، وده بيكون شكله بعد ما بيتجمد. ولو انتوا حابين ان انتوا تستخدموا البرجر كبرجر مشوي لغايه كده بنكون خلصنا، وبتقدروا ان انتوا تطلعوه من الفريزر وهو متجمد تدخلوه جوه الفرن سخن او في الاير فراير او على طاسه او جريل سخنه مع بخة زيت على كل ناحيه، وبكده تقدروا ان انتوا تاكلوه كوجبه صحيه، وطبعا ما فيهوش اي دهون وما فيهوش اي حاجه ان هي تفسد الدايت بتاعكم. تقدروا تستخدموه في الدايت. اذا حابين تستخدموه في نفس الوقت بتخلوه بس في الفريزر لمده حوالي تلت ساعه او نص ساعه لغايه بس ما يجمد علشان نحافظ على الشكل بتاعه. بعد كده بتبتدوا ان انتوا تسووه. بعد كده للبرجر المقلي واللي بيكون بالظبط نفس طعم البرجر بتاع المطعم المشهور اللي كلنا بنحب نجيبه منه، اللي طبقه الكوتنج او طبقه التغليف الخارجيه، استخدمت كوبايه من البقسماط الكريسبي الحار وابتديت ان انا انعمه في الكبه شويه. بعد كده في طبق تاني استخدمت بيضه وضفت عليها معلقتين من الحليب ومعلقه ورشه من الملح والفلفل. واول طبقه في التغليف استخدمت فيها كوبايه من الدقيق وضفت عليها معلقتين من الفيجيتار اللي بيكون متبل وبيكون عند العطار. تقدروا تستبدلوها بالبهارات اللي استخدمناها في الاول خالص في تتبيل الدجاج لو مش متوفر عندكم الفيجيتار. وهنبتدي بعد كده نعمل نفس الخطوات اللي بنعملها في البانيه المقلي او في اي حاجه بتكون مقليه بنعمل لها طبقه كوتنج. بناخد قطعه البرجر بعد ما طلعناها من الفريزر بننزلها في ميكس الدقيق والبقسماط. بنبتدي بعد كده اننا نغلفها كويس جدا بطبقه الدقيق، ودي بتكون اول طبقه من طبقات الكوتنج. تقدروا ان انتوا تكتفوا بيها لو مش حابين ان انتوا تعملوا طبقات تانية، لكن باقي الخطوات بتخلينا بالظبط نوصل لطعم البرجر بتاع المطعم اللي كلنا بنحب نجيب منه. بعد كده بناخدها بننزلها في طبقه البيض واللبن، واذا مش متاح البيض او اللبن تقدروا تستبدلوه بميه ساقعه متلجه. وبنطلعهم بعد كده من ميكس البيض واللبن على ميكس البقسماط الكريسبي، او طبعا تقدروا ان انتوا ترجعوها على الدقيق مره تانية لو مش حابين تستخدموا بقسماط كريسبي. انا قلت لكم هنا على كل البدائل اللي تقدروا تستخدموها. وهنا ابتديت ان انا اطحن الكريسبي مره تانية لان الشكل ده ما ادانيش نفس الشكل بتاع الكريسبي بالظبط. شوفوا بعد ما طحنته ونعمته مره كمان اداني نفس الشكل بتاع المطعم اللي بنشتريه من بره، ونفس شكل العلب اللي احنا بنجيبها اللي بتكون فيها البرجر المجمد بالظبط، نفس الشكل والطعم بالظبط. بعد كده ببتدي ان انا انزلهم في زيت بيكون زيت غزير على نار متوسطه، ما بتكونش النار عاليه قوي لان احنا البرجر مطلعينه من الفريزر وعلشان عايزينه يستوي من جوه لبره، فبالتالي بتكون النار متوسطه وبنخليه فيها على النار لمده من 3 ل 4 دقائق على كل ناحيه، وطبعا بيعتمد على حسب النار بتاعتنا. ومش بنقلب خالص البرجر الا لما نتاكد ان الطبقه اللي تحت خلاص جمدت. بعد كده بنبتدي اننا نقلبه من تحت لفوق. لكن اذا انتم مش حابين انكم تقلبوه او خايفين انه يعني شكله يبوظ منكم او حاجه، تقدروا ان انتوا تخلوا الزيت يكون غزير شويه اكتر، او تقدروا ان انتوا حتى بالمعلقه تحطوا عليه كده الزيت من فوق. لكن طبعا التقليب بيدي شكل افضل. بعد كده ابتديت ان انا احمص العيش بتاعي على الجريل. تقدروا ان انتوا تعملوه في طاسه على البوتاجاز عادي جدا لغايه ما اخد الشكل التحفه ده. بعد كده بقى نبتدي ان احنا نعمل الساندوتش بتاعنا. تقدروا ان انتوا تحطوا فيه المكونات اللي انتوا حابينها كلها. انا هنا في الساندوتش ده استخدمت مايونيز، وكنا قبل كده حضرنا مع بعض صوص البرجر وصوص البيج ماك، وحضرنا صوصات كتيره تقدروا ترجعوا لها. ولو في صوص معين حابين نعمله مع بعض اكتبوا لي في الكومنتس. نيجي بعد كده للبرجر اللي هيتقلي ازاي ان انا فرزته. وابتديت ان انا عملت له كل الطبقات اللي احنا اتفقنا عليها، وابتديت ان انا حطيت عليه طبق زياده من الكريسبي بحيث ان هو يكون فاصل بين كل طبقه والتانيه. وابتديت ان انا اضيف ورق زبده واحط بعدها الطبقات بتاعه البرجر. واهم حاجه واحنا بنغلف البرجر قبل ما ندخله جوه الفريزر ان نتاكد ان العلبه او حتى الكيس اللي احنا حاطينه فيه يكون محكم ومغلق كويس جدا، بحيث ان هو يضمن ان هو ما يدخلوش تلج من جوه، لاننا طبعا لسه هنقليه في الزيت، وعلشان نحافظ عليه فريش لما نطلعه كاننا لسه عاملينه بالظبط كانه لسه معمول فريش.
اتمنى انكم تجربوا الريسيبي دي، هتطلع معاكم بالظبط يا جماعه نفس ريسيبي المطعم اللي كلنا بنجيبها منه، ونفس طعم العلب بتاعه البرجر اللي احنا بنجيبها من السوبر ماركت، اللي هي في نوع معين كده بيدي نفس الطعم بتاع المطعم، بيكون نفس الطعم بالظبط. جربوه قولوا لي ايه رايكم، واستخدموا بالظبط نفس كميه البهارات اللي انا كتبتها لكم، لان انا جربتها اكتر من مره وبالظبط هو ده الطعم اللي ظبط معايا. هستنى انكم تجربوه وتكتبوا لي في الكومنتس رايكم فيه، وتكتبوا لي قد ايه هو بالظبط نفس طعم المطعم اللي كلنا بنحب نجيب منه.